فرقة فيها الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، فيها علي معلول ويحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري وكوكا وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد، وفي نص الملعب عندك إمام عاشور وعندك عمرو السولية وعندك قفشة وعندك كريم ندفد وعندك مروان عطية وعندك عمر الساعي وعندك أحمد رضا، وداخل على خط الهجوم عندك وسام أبو علي وعندك طاهر وعندك حسين الشحات واشرف بن شرقي ونيجي جراديشار، وعندك ماشي الراجل اللي نزل في الاخر محمد عبد الله. اهو السكواد ده كله ما قدرش ان هو يعمل اي حاجه، سواء كان اللي كان موجود في القايمه او اللي كان موجود في ال11. وكل ده ليه؟ مش ان اللعيبه دي وحشه، لا، ان في حاجه غلط في الراجل اللي لاعب بيلعب، الراجل اللي ماسك الدراع من الاخر، يعني الراجل اللي ماسك الدراع اللي النهارده بادئ بتشكيله انا لحد دلوقتي مش قادر افهمها. ليه بتلعب باكرم ومروان مع بعض؟ ليه لما بدات بحسين الشحات وانت اصلا ما بتلعبوش اساسي اخر كام ماتش؟ ليه خليت جراديشار على الدكه؟ ليه لما جيت تبدل واول لما لقيت الفريق المنافس جاله طرد ما بدلتش بانك تزود واحد هجوميا؟ لا، انت بتبدل مركز بمركز، انت بتبدل جناحين بجناحين، ويا ريتك حتى الجناحين اللي منزلهم دول هيضيفوا. انت مطلع حسين الشحات ومطلع بن شرقي ومنزل لي اتنين تانيين، واحد فيهم ناشئ ما بيلعبش بقاله فتره، اللي بالمناسبه كان بيلعب في وقت من الاوقات كويس جدا، واحد تاني هو يعني تمام ساعات بتلطش معاه وساعات ما بتلطش معاه. ايه المغزى من اللي انت بتعمله؟ انا لحد دلوقتي مش قادر افهم. مارسيل كولر عايز مننا ايه؟ بيعمل ايه؟ دماغه فيها ايه؟ طلعت علي معلول بره القايمه وحطيت لي كريم الدبيس وحطيت لي يحيى عطيه الله، ادي الاثنين اتصابوا، ولعبت في الاخر بمحمد هاني باك شمال واكرم توفيق باك يمين. احمد رضا اللي انت مش مستعنيه هو وعمر الساعي، وقاعد بتلعب مروان عطيه بس، اللي بالمناسبه ما كانش احسن حاجه خالص النهارده، يعني نسبيا لا هو ما كانش احسن حاجه بصراحه. نزل وهو اللي عمل لك الفارق وهو اللي كان بيلعب كرة على الارض، اي نعم كان عنده ميس باص ومش واقف على رجله قوي، ولكن ده طبيعي جدا لان لاعب انت اديت له الثقه في اول ماتش وجاب جول، وبعدين الماتش اللي بعده كان متوسط قمت مقعده، وفي الاخر سبته في الثلاجه وجاي بتلعبه دلوقتي، والراجل مش كده وبس، ده جاب لك جول متعادل بيه في ماتش قدام فريق هو دايما مبهدلك، والفريق ده برضه مطرود منه واحد كالعاده ومش عارف تكسبه، والجول اللي جابه كان جول تعادل وتسديده من ضمن ثلاث تسديدات على مدار 90 دقيقه يا مؤمن. اما يكون عندك كل اللعيبه دي ومفيش واحد فيهم واخد تعليمات انه يشوط شوطه واحده على المرمى، امام عاشور شاط شوطه اللي هي بالمناسبه كان اصلا الكره اوف سايد، وحسين الشحات عنده كوره والكره بتاعت العارضه بتاعت راسيه وسام، واخر حاجه التسديده بتاعت احمد رضا. انت بتتكلم في 90 دقيقة ماتش كامل ما بين فرقتين اقوياء جدا، والمفروض ان الاهلي هو اقوى فريق في افريقيا، بتشوط لي اربع شوطات على المرمى، على المرمى منهم راسية ومنهم اوفسايد. والله العظيم يا جماعه اللي احنا بنشوفه ده عبث حرفيا، ولو فضلنا كده لا عمرنا هنلعب كوره ولا عمرنا هنعمل اي حاجه خالص، واخرنا ان احنا نجيب اللعيبه ونقعد نحفل، وبقينا بنشغل بالنا بالناس اللي طول عمرهم هم اللي شاغلين بالهم بينا. احنا لا عمرنا كنا بنشغل بالنا بحد ولا بنشغل بالنا بتحفيل، بنحفل شويه وبنهزر وبنضحك، ولكن ما كانش مصدرنا الاساسي في لعب كره القدم هو التحفيل. احنا دلوقتي ما بقيناش بنلعب كوره، احنا ما بقيناش بنتفرج على كوره ولا بقينا بنشجع كوره، احنا كل اللي بنعمله ان احنا قاعدين بنتفرج على المسرحيه، وهم يدونا شويه واحنا نديهم شويه، هم يكسفوا واحنا نكسف، والاجمد فينا هو اللي هيكسب الدوري. هيكسب الدوري على اساس ايه؟ على اساس المسرحيه اللي دايره والممثل اللي ياخد البطل هو اللي هيبقى بطل الدوري. لكن احنا كده لا كوره ولا عمرنا هنلعب كوره، وعمالين ندفع في صفقات وندفع في لعيبه وندفع في فلوس، كميه فلوس بتدفع قسما بالله العظيم لا توازي 1% من اللي بيتلعب في ارض الملعب. هتقول لي بقى مدير فني، هتقول لي عناصر عايزه تمشي، قول لي اللي تقوله لي، المهم ان بعد كل اللي بنعمله ده وتقدر تقول احنا اخر فتره، يعني مش عايز اقول لك سنتين ثلاثه احنا ما بنلعبش كوره خالص، احنا بناخد البطولات وعشان احنا اجمد فريق في افريقيا، احنا كده كده اجمد فريق في افريقيا، ومفيش منافس مهما كان المنافس اللي بيطلع وبيبقى جامد، شويه صن داونز شويه الترجي شويه الوداد، المهم ان في الاول وفي الاخر القاره ليها سيد واحد هو الاهلي. بس ماذا بعد؟ انا هفضل لحد امتى اتفرج على ماتش ما بين ويست هام وابسويتش تاون في الدوري الانجليزي، فرقتين منتصف جدول ولا واحده لسه طالعه وواحده في النص، وابقى متمتع جدا بالماتش، واروح اقلب على ماتش اهلي وزمالك الاقي اهلي ما جاش الماتش، او الاقي الماتش تعبان، او الاقي الماتش خلصان 1-1 ومفيش فنيات، او الاقي ماتش اهلي وبيراميدز الماتش كله على بعضه اربع خمس تسديدات، اربعه للاهلي وتسديده واحده جت جول من الشيبي. احنا حرفيا ما عندناش كوره. وتيجي تزعلوا لما اجي اتفرج على ماتش سعودي وواحد يقول لي ده السعودي ايه والدوري السعودي، يا راجل اتفرج
اتفرج على ماتش دوري سعودي بين اول وتاني ولا تاسع وعاشر ولا 12 و15، وشوف الفرق بين القرف اللي بيحصل وبين اللي بتتفرج عليه في الدوري السعودي، لنا الله والله.